السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هكمل معاكم السلسله بتاع جهاز العروسه. وموضوعنا النهارده عن الملايات وكل المفروشات عامه بتاعه غرفه النوم. وصورت لكم دلوقتي برضو الرصه اللي انا كنت رصها من ايام الفرح. هي دي الملايات اللي أنا ما كنتش استخدمتها، فالرصه طبعا فضلت موجوده. لو حابين ان انا اقول لكم ازاي الرصه دي اتعملتها اكتبوا لي في الكومنتات. نكلمكم النهاردة عن الأعداد والأنواع وأسعارها، وهقول لكم كمان المكان اللي أنا اشتريت منه. بصراحة ما ندمتش خالص إن أنا اشتريت منه، لا بالعكس كان كويس. عايزة برضو أقول لكم على حاجة. أهم قاعدة كانت بالنسبة لي وأنا بشتري المفروشات إن أنا شايفاها إن هي استثمار. فأنا كنت بحاول أكتر حاجة بهتم بيها إن أنا أجيب حاجة جودة كويسة، وبرضه في نفس الوقت يكون السعر مناسب. مش ان انا اجيب مثلا ارخص حاجة، بعدين اجي ابص على العدد الاقي عندي عدد بس الحاجات الجودة بتاعتها مش كويسة، فالحاجات دي مش هتقعد معايا. فهتقعد سنة اتنين تلاتة، بعد الألوان ممكن تغير، مولات بتوبر، بقابل مشاكل كتير قوي زي كده. عرايس ولاد صحابي كانوا بيقولوا لي حاجات زي كده، فأنا خدت بالي منهم. وعايزة انصحكم طبعا بالمعلومة دي عشان محدش يقع في الغلطة دي. حاولوا ما يهمكوش في المفروشات عموما، مش بس الملايات، ما يهمكوش العدد. اهم حاجة بس تكون موجودة الجودة الجودة الجودة. الحقيقة فيديو النهاردة شجعني ان انا ارص كل الملايات اللي عندي، فطلعتهم كده كلهم زي ما انتم شايفين. انا جايبه المشجر وجبت ساده، بس انا بحب المشجر اكتر. طبعا ده بيرجع لذوقك. حابه المشجر، حابه منقوش، حابه ملايات بيكون مطعمه بالجبير، مطعمه بساتين، حابه الملايات نفسها في ملايات ساتين شفتها. على حسب طبعا اللي انت حباه، كل واحد وذوق، ده بيرجع لذوق. انا في الملايات العدد المتوسط بتاعهم اللي انا انصح بيه اي عروسه جديده، طبعا بعد تجربتي انا مش جايبه كده. العدد المتوسط ان انت تجيبين هاتي 12 ملاية، ده متوسط وعدد مناسب جدا ان احنا نبدأ بيه، لان احنا اسرة مكونة من فردين. لو حتى هتغيري كل يوم ملاية فانت هتحتاجي الاسبوع 7 ملايات. ف 12 ملاية ده يكون كويس. وحاولي طبعا تنوعي في الوانهم بين المشجر وبين السادة. الوان الملايات السادة دي طبعا حرية ترجع لكم، بس خليكم طبعا في الالوان البيزك، ده بيكون اشيك وطبعا ما بيقدمش. مهما جد موضه مش بيقدم خالص الحاجات السادة. فانتوا ممكن مثلا لو ام لسه بتجهز بنتها صغيره ما اتخطبتش برضه او حاجه، ممكن تجيب لها مثلا ملاية السادة دلوقتي، وقت ما تيجي تتجوز ان شاء الله تكمل لها بقيه الملايات. بس هي ممكن تبداوا السادة. رايي انا كالوان، ممكن الوان بيزك جدا، ممكن تجيبوا رمادي او تجيبوا بيجات او تجيبوا بنيات او ابيض، طبعا لا غنى عنها. انا جايبه زياده عن الالوان اللي قلتها لكم كمان. جايبه الملاية دي اشكر الله على ده. بالنسبه بقى للبطاطين واللحاف، انا جبت بطانيه ولحافين. البطانيه اللي فاتت دي كنت مسافره بس علشان ما انساش. البطانيه جبتها من اسباني، واللحافين دي لحاف فايبر. انا جبت لحاف نبيتي ولحاف تاني لونه رمادي، هيجي برضه في الفيديو قدام. بصراحه اللحافين كان خامتهم حلوه جدا جدا ما شاء الله، وبيدفوا اكتر من البطانية الاسباني. فانا بنصحكم انكم تجيبوا نوع لحاف كويس. وبرضه تشوفي انت بتحبي ايه، عايزه تغطي باللحاف او انت بتشتهي اكتر في بيت مامتك باللحاف او بالبطانية، على الصدر طبعا هتجيبي العدد المناسب في اللحاف او البطاطين. ممكن تجيب يا بطانيتين ولحاف، يا اما لحافين وبطانية زي ما انا عاملة. انا عشان بحب اللحاف اكتر كمان. تسألي لازم تشترك طبعا على حسب اللي بيرتاح برضه في بيت والدتك، لان ربنا هيستخدم معاكي الحاجات دي. شوفي هو بيستخدم ايه و... وهاتي طبعا الاتنين زي بعض. حاجة كمان جبتها مهمة وبصراحة ما بستغناش عنها في الصيف، اللحاف بتاع التكييف. هو الحاف بيبقى فايبر خفيف كده، ده كان خامة مصري، كان ب 450 جنيه تقريبا. هو في طبعا منها أنواع كتيرة، في تركي وشفت سوري، كان في بصراحة حاجات موديلاتها كويسة، بس هي كانت اوت اوف بادجت بالنسبه لي، فانا اخترت المصري. كان سعره كويس وخامته ان شاء الله لحد دلوقتي كويسه. اللحاف والخده ديتين. نيجي بقى للكوفرتات. الكوفرتات احنا ممكن نجيب 2 او 3، ده بالكتير جدا. انا جبت عشان دي اللي برتاح فيها. دي كوفرتات، كوفرتا قطن، دي اهم حاجه بصراحه. مهما طلعت موضة بصراحة دي لا غنى عنها، وعملية جدا وغسيل وبحطها على السرير وبستخدمها من ساعة ما اتجوزت. دي أكتر واحدة على فكرة بستخدمها حقيقي. برضو سعرها كان كويس قوي. ماما كانت جايبها لي من زمان قبل ما اتخطب اصلا، فكانت بصراحه كويسه جدا. تاني حاجه بقى عندها الكوفرته اللي هي البيكا دي، كنت جايباها هي والملايه بتاعتها.
بصراحة هي كانت غالية شوية، كانت في حدود 1000 جنيه أو 1100 بالظبط، مش متذكرة. كانت هي والملاية بتاعتها بصراحة خامتها كويسة، وشكلها كمان بيبقى كويس قوي لما بفرش على السرير هي والملاية. بس لو رجع بيها زمان تاني مش هجيبها بصراحة، حاسة ان هي بالفلوس دي كنت ممكن اجيب حاجة تانية احسن. بصراحة انا جبت فيها ساعتها وانا بجيب المفروشات، انا جبت المفروشات كلها من مكان واحد او من مكانين بس من مكان واحد، وبصراحة دي كانت كويسة. نيجي بقى لتاني حاجة كنت عايزة اكلمكم عليها، الملايات البيضة. انا جبت ملاية بيضة واحدة لان ما جبتش مفرش بتاع العروسة. الملاية البيضة دي كنت جايباها من مكان اسمه روميو في الزيتون، والحقيقة الملاية دي خامتها بصراحة مش أحسن حاجة، وبرت بعدها على طول. أنا جبت كذا ملاية سادة بس دي كانت واحدة منهم. بصراحة دي كانت أوحش واحدة فيهم، وبرت بعد أول غسلة أصلا، ولونها إجراب مهما اغسلها وأحط لها منظفات. فبصراحة خامتها وحشة جدا جدا جدا، منصحش حد يتعامل مع المكان ده خاصة في الملايات السادة. عايزة أكلمكم برضو عن حاجة، المفرش بتاع العروسة. أنا ما جبتش المفرش بتاع العروسة، أنا شايفاه مش عملي، بس لو هتجيبي يكون الوان هاديه، ممكن مش شرط ابيض، لو حابه تجيبي ابيض طبعا براحتك، بس ممكن تجيبي بيج او تجيبي رمادي او تجيبي بينك، اللون اللي يريحك برضه، او زيتي، اي لون انت حباه. بصوا ده كمان شكل من الكوفرتا، كنت جايباها، انا قربت لكم عليها وهطلع لكم كيس الفضه دي دلوقتي عشان تشوفوها اكتر لان الاضاءه ما كانتش واضحه قوي للاسف. هي الكوفرتا دي كمان خامتها كويسه، بس في الصيف يا كان بتشوب بصراحة شوية، فأنا ما استخدمتهاش كتير، بس برضه دي شكل من الكوفرتات كويسة ممكن تجواها مع القطن. سواء دي أو القطن أو البيكا، التلاتة بصراحة ما شاء الله عليهم جمال وعمليين جدا. عايزة برضه ألخص لكم كده اللي أنا قلته في الفيديو عشان برضه ما تتوهوش مني. تمام، اجمالا اللي انا قلته علشان ما تتوهوش مني. مفروشات اوضه النوم كده هنجيب 12 ملايه ساده ومشجر. اللحافة والبطاطين، يا إما لحافين وبطانية يا إما بطانيتين والحاف. الكوفرتات من 2 ل3 نوعي في الخامات بتاعتهم. اللحاف للتكييف والدفايات من 2 ل3. معظم المفروشات بتاعتي جبتها من محل اسمه تركش هوم. بس كده خلصت، اشوفكم الفيديو الجاي.